يعني يا اولاد المزر ازر مفيش ماتش كده نكسبه بالساهل، نكسبه واحنا مرتاحين من غير ما نبقى مضغوطين لاخر ثانيه. الجميل جميل يا عطوره يا عطوره وحلوات. اهلا يا عم. مبدئيا الف مبروك للاهلي وجمهوره على بطوله جديده تنضاف لدولاب بطولات الاهلي الممتلئ عن اخره. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها بقى هي الطياره الرافال الفرنسيه الجميله انتوني موديست. في بدايه التعاقد مع موديست انا قلت ان ده لعيب مش هتاخد منه غير دماغ، العب له على دماغه عشان تستفيد منه. النهارده موديست ما كدبش خبر، رجع بالنادي الاهلي بجول واسيست والاتنين بدماغه عشان يبقى عامل في البطوله دي 3 مساهمات تهديفيه من اصل 5 تجوال الاهلي جابهم. موديست من اول ما جه هو مش ماشيه معاه حلو بسبب ان لياقته البدنيه كانت ضايعه تماما. الحمد لله كولر قدر يستعيد له لياقته البدنيه وقدر يفوقه وقدرنا نستفيد منه في بطوله السوبر النهارده. ثالث واهم حاجه، رغم اننا الحمد لله فزنا ببطوله السوبر النهارده، انما انا شايف ان لعيبه الاهلي لازم تتحرم من مكافاه الفوز. الاستهتار والدلع اللي بنشوفه ده مش كل مره ربنا هيستر وهيعدي على خير وهنكسب الماتش في الاخر. النهارده قلنا الحمد لله عدت على خير، وماتش سيراميكا قلنا الحمد لله عدت على خير، كمان ماتش اوروبا في كاس العالم للانديه كان ممكن يضيع، انما برضه الحمد لله عدت على خير. مش كل مره هتعدي على خير، لازم اللعيبه تفوق، لازم تركيز 90 دقيقة كاملة. مبروك يا اهلاويه، عقبال باقي البطولات اللي في الموسم ان شاء الله، وعقبال ما اشوفك عامل لي فولو ولايك وشير، وعقبال ما اشوفك بخير.